ستات كتير بتقابلهم مشكلة ان انا عايزة اعمل صينية فراخ مشوية في الفرن وعايزة الشوربة. انا واحدة من الناس كنت بيحصل معايا كده. فاحنا دلوقتي هنعمل طريقة حلوة تستفيدي من شوربة الفراخ وفي نفس الوقت تعملي تتبيلة جوه الفرن. معانا طماطمتين، بصلتين، فلفل، هنقطعهم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا مقسمه طماطم وبصل وطماطم وبصل. ليه؟ لان احنا هناخد فلفل وطماطم وبصل في الخلاط، ودول فلفل وطماطم في الصينيه نقطعهم، يعني مش هنحط كله في الخلاط. هتشوفوها ليه وهتعرفوا ليه. ميه البصل برضو بتدي طعم حلو حتى لو الفراخ مسلوقه، مش شرط تكون نيه يعني. وكمان جوه الخلاط بعد ما حطينا الطماطم والفلفل والبصل هناخد ربع كوبايه زيت، ومعانا دي صلصة، اي نوع صلصة عندك. لو عندك كاتشب ممكن ينفع، انا ما كانش عندي كاتشب واستعملت الصلصة، الاتنين طعمهم حلو. وكوباية شوربة، طبعا دي هتديها طعم بقى حتة تانية خالص. الشوربة مع الخلطة بصوا عشان تنزل بقى على الفراخ وتشرب منها، والتتبيلة طعمها جميل يعني. حتة كوباية الشوربة دي حلوة واحسن ما انت تزودي مية. اهي الفراخ هي مسلوقة معانا، وقطعت الطماطم والبصل زي ما قلتلكوا، وهننزل عليها بقى بالتتبيلة الحلوة اللي احنا اتفقنا عليها وعملناها في الخلاط. بصوا ده السر بقى يا جماعة، ده الطعم الحلو اللي هيدي الفراخ لون وطعم وجمال، يعني حلوة جدا، ريحتها حلوة وهي نية والله. تخيلوا بقى. طبعا حطينا معلقة ملح وفلفل وبابريكا عشان تديها لون، ما تزوديش اكتر من كده لان الشوربة متطعمة بالتوابل، هي مش محتاجة توابل يعني. دي الحلو بقى في الموضوع، عشان كده بقولك حط كوباية شوربة احسن من كوباية المية. هناخدها بقى ونخش الفرن وتطلع بالطعامة والجمال ده. ما اقولكوش يا جماعة خطيرة. انا عن نفسي حطيت حتة فحماية وغطيتها اكنك عاملة فراخ على الفحم. وانسي بقى اي طريقة تانية انت عملتيها، جربوها ولو عجبتكم ما تنسوش تعملونا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.